هو بُص طبعًا هي كانت صعبة، أنا فاكر يعني إنه يوم السفر نفسه كنت باعيّط وعادةً ده مش بيحصل بسهولة يعني، بس عيّطت يومها جامد يعني، طبعًا لإني هاسيب أهلي وإني هاسيب خدمتي بالذات يعني مع الbetter life. إمم. سيبك من الشغل، الشغل ما كانش فارق معايا كتير، بس إن أنا هاسيب الخدمة مع الbetter life تحديدًا، غير طبعًا زي ما أنت قُلت الاجتماعات والكويرات وكل الحاجات النشاطات اللي كنت باعملها، وهاروح على حتّة طبعًا ما فيهاش ربع الكلام ده. طبعًا أنا في الأوقات دي كنت باصلّي يعني أقول يا رب ليه الإحساس السلبي ده جاي لي يعني؟ أكيد أنت بعتّني هنا وسهّلت كل الأمور لسبب مش من غير سبب يعني، لكن في نفس الوقت ربنا كان باعت ناس حواليّا بتشجعني دايمًا وبتخلّيني أدخل في خدمات، يعني زي ما قُلت لك يعني ساعدوني في الفريق اللي أنا كنت باحاول أكوّنه ساعتها، كانوا هم نفسهم متحمسين الشباب اللي كان معايا في الفريق إنهم يقدّموا حاجة للكنيسة، خدمة للكنيسة، اللي عنده يعني رغبة صادقة إن هو يكمّل في الخدمة ربنا هيساعده، حتى لو هو في مكان لوحده زي اللي أنا كنت فيه، بس ما كنتش لوحدي أوي بصراحة يعني بعت ناس تساعد وتعضّد وكده، فده اللي حصل معايا أنا شخصيًا، دي تجربتي الشخصية إنه لو رغبتك صادقة من جواك إنك أنت تكمّل في الخدمة مش إنك أنت بتعملها علشان هي show، لأ دي حاجة أنت بتحبها ومقتنع بيها وعايز تكمّل فيها علشان تساعد الناس إمم. بتدّي حاجة للناس، الرب مش هيسيبك، وده اللي حصل معايا هناك فعلًا، وكان باعت لي كنيسة جميلة هناك في المهجر وناس كانوا حلوين ومستعدين جدًا للمساعدة يعني.